السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورجعنا لكم في فيديو جديد. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تذكر الله، وما تنساش تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وما تنساش تدعمنا بلايك ورأيك في كومنت. شكرا على دعمكم طبعا في الفيديوهات اللي فاتت، وهعرض لكم طبعا دي كومنتات يعني أفضل الناس، والكومنتات اللي فاتت حبيت اعرضها قبل ما نبدا الفيديو. طبعا واحنا بنعرض الكومنتات حبيت اوضح حاجه سريعا. احنا يا جماعه بنحط الاهداف في الكومنت المثبت، فهسيب لكم لينك الاهداف في الكومنت المثبت عشان نبقى عارفين، وده بوضح برضو للناس اللي منضمه جديده في الموضوع. طبعا هتكلم على مباراه منتخب السعوديه ومنتخب العراق. مباراة صعب التوقعات فيها جدا جدا جدا، بس اتوقع المباراة دي هتنتهي بالتعادل 2-2 لصالح المنتخبين. طبعا اتوقع، كنت اتمنى طبعا ان المنتخبين يتأهلوا لكأس العالم، بس للأسف هما الاتنين لازم حد فيهم يصعد. فاتوقع كل التوفيق للمنتخبين، وان شاء الله يقدموا لنا مباراة اكتر من رائعة. ودي كانت توقعاتي الشخصية على المباراة للمنتخبين، ان هو هينتهي بالتعادل 2-2. انت كمان تقدر تكتب لي في الكومنتات تتوقع المباراة دي هتنتهي كام، وبتتوقع الفوز لصالح المنتخب العراقي ولا لصالح المنتخب السعودي. لو وصلت لهنا ما تنساش تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وما تنساش تدعمنا بلايك ورأيك في كومنت. وشكرا على دعمكم في الفيديوهات اللي فاتت يا أحلى داعمين. كان معكم عبد الرحمن رفعت من قناة توقعات الملاعب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.